بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأطباء عليهم أمانة كبيرة جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى. الطبيب مهنة شريفة جدا وجميلة جدا، وكانت نعمة الأمراء زمان أيام، والبشوات زمان أيام الملك والكلام ده. ليه؟ لأن طبعا مصاريفها باهظة ومش بيستحملها مش يقدر يتحمل تكاليفها اي حد، واصلا لازم تكون غني عشان تخش الحاجات دي. فانت اما بتبقى غني اصلا ومستغني، فبتبدا مش مهم عندك ان يجي من وراها، لان اللي هيتقي ربنا يا جماعه في الطب كتخصص او كمهنه ما تجيبش فلوس كتير، خليكش عايش عيشه كبيره جامده. تمام. اللهم إلا بقى تخصصات الجراحة زي النساء، زي الجراحة، زي يعني الحاجات اللي فيها جراحة دي اللي بتجيب فلوس شوية، ولكن هو مش برضو مش بالدرجة اللي انتوا بتتكلفوها، لكن مش بتجيب فلوس كتير أو مش مربحة ماديا يعني، إلا ما رحم ربي يعني. فانت لو هتجيب بقى منها التخصصات الباقية اللي عايز بقى تجيب منها، ربنا يبارك لهم يا رب. لو هم عايز تجيب بقى من التخصصات التانية فلوس، هتبدأ ممكن بقى تبدأ تعمل حاجات مش كويسة، حاجات تبيع الأمانة اللي ربنا محملها لك. المريض ده في حالة ذل وضعف، وهي دايرة وبتدور. انت النهاردة الدكتور، بكرة انت المريض. تمام. ف ما ينفعش انك انت تستغل انك تكشف عورات ملهاش لازمة. ما ينفعش انك تستغل ان المريض واثق فيك تروح كاتب دواء غالي وعندك البديل الرخيص اللي بنفس التأثير، وعشان شركة الأدوية هتسفرك تصيف ولا هتسفرك تركيا ولا الكلام الفارغ ده. ولا ينفع ان انت تبقى الناس مش محتاجة تحاليل، المريض مش محتاج لتحاليل ولا أشعة، وانت اصلا مشخص عنده ايه وتجبره يعمل التحاليل دي عشان انت بتاخد نسب. يا جماعة دي أمانة قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت عايز الفلوس، عندك حاجات تانية بتجيب فلوس اكتر. ما تخشش طب من الاول لو هدفك الفلوس في مصر بالذات. الدكتور ما بيجيبش فلوس الا نادرا، زي ما قلت لك، الا تخصصات معينة، الا ما رحم ربي. فانت لو عايز بقى تجيب حاجة فيها فلوس كبيرة، ابعد عن الطب خالص. الطب غرضه انساني ومهنة إنسانية رائعة، وعايزة الغني أو المستغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.